عايز تعرف بقى يعني ايه فرق جماهيريه؟ واللي انا كنت بقوله من السنه اللي فاتت ان وجود الفرق الجماهيريه دي شيء ضروري. اتفرج على الاسماعيلي والاتحاد السكندري والجماهير عامله ايه، والماتش عامل ايه، والاجواء عامل ايه. صراحه روعه. لكن هات لي زد والجونه ولا اي حاجه من الكلام ده اتفرج عليهم، مفيش روح. في لعيبه جامده شارينا بس مفيش روح في الملعب. الاسماعيلي والاتحاد بيثبتوا ان الكوره للجماهير فعلا. الحاج ميدو اللي عامل نفسه عالمي ده وبيقعد على قنوات خارجيه، قاعد مع ناس في قناه سعوديه بيقول لهم الناس كلها بتتكلم بجد وتحليل فني وبتاع، وراح يقول لهم الاهلي اتحاد جده هيقع في طريق الاهلي. فانا بقول للاعيبه اتحاد جده بكلمكم بجد والله، يقروا قران ومش عارف ايه عشان ممكن كلهم يجي لهم صليبي. ليه يا عم الحاج اللي انت بتقوله؟ على اساس ان احنا لما لعبنا الهلال كان عندهم صليبي وكان بكله محترفين، ولما لعبنا الدحيل لما لعبناك انت شخصيا لما كنت تلعب بالزمالك كان جالك صليبي وخدت على دماغك. ده كلام اصلا تقوله في مكان خارجي. انت يا ابني كلمه عالمي دي اللي قالها لك ظلمه. العالمي هو محمد صلاح اللي بيتقارن بكريستيانو رونالدو في الفتره اللي لعبها مع في الدوري الانجليزي. بص الارقام، بص الفرق. اللي اكتر لعيب مسجل اهداف لفريق انجليزي في دوري ابطال اوروبا هو ده العالمي. لكن انت عكاك على عبيط طلع تقول لي على قناه سعوديه وبكلم حتى محمد نور جنبك قاعد يضحك عليك على الهبل اللي. تشكيل النادي الاهلي النهارده في العوده قدام سان جورج يا جماعه. الماتش ده بتاع النادي الاهلي. الشناوي زي ما هو في حراسه المرمى، 4 في خط الدفاع محمد هاني ومعلول وياسر ومحمد عبد المنعم، 3 في خط الوسط قفشه ومروان وديانج. الثلاثي الامامي حسين الشحات وبيرسي تاو وكهربا، اللي انا بتوقع ان حسين الشحات برضه هيسجل تاني. اكتر لاعب سجل اهداف في افريقيا النادي الاهلي في الجيل الحالي هو حسين الشحات ب 17 هدف. طبعا الرقم القياسي باسم محمود الخطيب ب 37، ما حدش يقدر يجي جنب الرقم دوت. فان شاء الله برضه ثلاثيه جديده او رباعيه النهارده برضه النادي الاهلي.